قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب ما جاء في التغليس بالفجر. هذا متكن باب ما الذي كأي بابه جاء هو ما كيمت في التغليس، أي في التعجيل، ددجنت بالفجر بصلاة الفجر، بمعنى أن تصلى أول طلوع الفجر. تغليس وحوي كو مركو فجر كردشه إن هرلقت كذا صلاة الصبح، وقد بقي من الظلمة شيء، يدو مقدقي حوغا وحون أي باقي كيهين فجر كنا أورد الشيء هرلقت كذا أي الليلة تغليس، أي أداء صلاة الفجر في الغلس. في الغلس، غلس كأن دكذا صلاة الفجر، والغلس ظلمة آخر الليل، وآخر الليل كمقدقة يرء باقي فجر كنا أورد الشيء هرأ إن لقيت كذا صلاة الفجر إنه نبي نوس النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة الحجة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني الثقة الحجة رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال وحدثنا الأنساري، وأبو عيسى الترمذي قال أبو عيسى الترمذي حدثنا الأنساري وإسحاق بن موسى مرهد أنساري، إسحاق بن موسى الأنساري قد يقول الأنساري وقد يصرح باسمه، سيد شارح كله. والترمذي قد يقول الأنساري، مرنا شيخ أنساري بسك عبرة، وقد يصرح باسمه مررك قارن حلقه وإنه مقع عيسى عبديه. قال حدثنا معن بن عيسى المدني الثقة قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنساري القاضي، كان حلقه الجدا شيخا قاضي مدينة المنورة، عن يحيى بن سعيد القاضي الأنساري المدني الثقة عن عمرة بنت عبد الرحمن المدنية التابعية الثقة كثيرة ما تروي عن عائشة، انت بضن من عائشة كورس. قالت وحيتر من عائشة: إن كان رسول الله رسولك لو هاجري صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، صلاة الصبح قلت كنجري، فينصرف النساء دمرك وكسو قدومي جرين صلاة الجماعة. قال الأنساري وشيخ الترمذي، أنساري وشيخ الترمذي أها وحيري: فتمر النساء، فينصرف النساء سقوا مدهن، فينصرف النساء مدهن وحيري فتمر النساء دمرك صحابة وصومر جرين متلففات حال يسكدوا الضوبين بمرودهن مريهودي يالكودي أيغو يسكدوا الضوبين أي صومر جرين ما يعرف حالا دمركاس لقرنين من الغلس، من بقية الغلس مقدق باقي درتيس على القرنين. وحديث كاسوح تسنى النبي صلى الله عليه وسلم أول طلوع الفجر مرهدو فجر كبر الشو هري إنه صلاة الصبح وكدو كنجري تانا وحد دليل أوه تسنى يا هوين كان النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التي كذي مركب مسجد كسو بحيان لما قرن جرين مقدقة جرا أوجد أيان لقرن جرين. وحيري من تعليلية أي لأجل الغلس. قال الحافظ في فتح الباري قال الداودي معناه لا يعرفنا النساء أم رجال، مرقا مسدمر أن لقرنين لا يظهر للرأي قف كثيرين يا موقنا إلا الأشباح خاصة مكشاسون مكشو موقنا يسموه لقرن ماي. وقيل وحليري لا يعرف أعيانهن فلا يفرق لما كلا صاريو بين خديجة وزينب، وإن خديجتها إن زينبتها لما كلا صاريو. وضعفه النووي إمام النووي هذا الكاس نواد ضعيفيه وحكو ضعيفيه بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها، كودا مالنتي نفتي دي استودوبت عينتي لقرن مايو فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقبه حلقوا بالشيء بأن المعرفة وقونت قفك الأقون سنة إنما تتعلق بالأعيان، أعيانتي اللي حريرتها
فلو كان المراد المعنى الأول لعبر وحلق عبر لها بنفي العلم وما ذكره وحاو الشيخ من أن المتلففة بالنهار كودا مالنت استوضوبتي لا تعرف عينها إن عينت لقرن فيه نظر كسوا لأن لكل امرأة هويني كستوحي لدى هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها جركد مغدا جركد هبل الضبولة دير الربو الحاصل هوين كاسو حوي ما دام أن لقرنين وحي دليل تهي أول طلوع الفجر إنه نبي نكد كجري صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقال قتيبة متلفعات أو حرب لبدي سي شيخ سيدا اللفظ حديث يسوق خلافين إنه مركا النوشي والشيخ هو أنسارق متلفعات متلففات لبفا وكعبر شيخا قتيبة محو عبري متلفعات وأنا بمعنى واحد أيقو استباليو هو إنكي وقعودي مريهودي اسكت دبالي اللي قال جدا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو كما قال بل أخرجه الجماعة وجماعة محدثين توردن أي حديث كان صاري وأنا حديث صحيح وهو الذي اختاره نصوين كغار وحكاه مريم وقد رواه الزهري نصوص مقبتان نصوين غار ساسي والضبعة وحا أبضا ضبعة أحمد شاكر دعوينك أنت بدن واعتماده أحمد شاكر وحي بدن يهين إن هالكاس راعسيان وقد رواه حديث عائشة الزهري عن عروة عن عائشة حديث عائشة الزهري وحكلوك وريي عن عروة عن عائشة حديث كهران محل قوريي عن عمرة عن عائشة كنا عن عروة عن عائشة ومركا النسخة داس وحلو لجهده والطريق هرا لغو أتكينا نحوه أي نحو الحديث السابق حديث السابق عن الصور قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهو مقتضى هذا الحديث حديث كان معناها وفائدين وإن صلاة الفجر كان لقد كذا أول دروع الفجر الذي كيوه اختاره الذي غير واحد هل شيخ كبضا أي دورتين غير واحد كاسو من أهل العلم كمده من أصحاب النبي حالي كمدهن أصحاب النبي حالي كمدهن أهل العلم صلى الله عليه وسلم منهم ضدك أهل العلم صحابة رسولك حديث كان دورتي وحاكمده أبو بكر وعمر يومن دول كاسو بعدهم صحابة كدن بيوه من التابعين ودد كاسو دن وحي قبسدين ظاهر هذا الحديث وإن صلاة الفجر كان لقيتك أول طلوع الفجر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وبه بمقتضى هذا الحديث حديث كان معناها وكيني أي يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون علماء سبحي السنين التغليس مقدين إن لقدك معنى التعجيل بالغوا ذا إن لددجيوه بصلاة الفجر صلاة الفجر إن لددجيوه أول طلوع الفجر لقيتك هذا سدا سي علماء الحديث كقاتين قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإسفار بالفجر هذا متكن باب ما يولد في أيوب بابه جاء هو ما يمد في الإسفار عدينتي كيمد في الإسفار عدينتي بالفجر بصلاة الفجر صلاة الفجر كإن دب لودغو حتى تصفر الأرض إلى دلك وكوض عداده دلك إلى وكوض عداده بل وحي كيمد يا حديثاس علماء وحا أي كيراهن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد هو هناد بن سرين الكوفي أثقة قال حدثنا عبدة بن سليمان الكوفي أثقة الثبت عن محمد بن إسحاق المدني الصدوق وهو مدلس وقد رمي بالغدر والتشيع بدعاء قدرية يعني ماذا الشيخ والقو إليه عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري المدني ثقة عالم بالمغازي من الطبقة الرابعة طبقة أفراد أي كجرة طبقة أفراد وطبقة جل رواياتهم عن كبار التابعين روايات كذا أنت وقبضا تابعين توين أي وحكبرتين أسأل الوجه طبقة الرابعة وليس له في جامع الترمذي إلا 4 أحاديث شيخنا عاصم بن عمر بن قتادة أفر حديث وكتاب قدام كريه عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير جل روايته عن الصحابة رواية الصحابي الصغير هو ساس أوجد أنت بدن وحكوريا
saxaabada nabigeena wax ka bartay sallallahu alayhi wasallam inta badan rasuulka waxba kama wariyo maadaama saxaabi sagiira uu yahay عن رافع بن خديج قال صحابي سحور سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال يا رسولك صلى الله عليه وسلم أسفروا عدايا بالفجر بصلاة الفجر صلاة الفجر عدايا ودلكو سفي عن وضع عدادي ووح مجدي يبقى سنباق النغن هبير هذه لم يبقى من الظلمة شيء هبيرات مجدي رؤسنجر دلك وضع عدادي عدايا صلاة الصبح فإنه أي الإسفار عدينت صلاة الصبح آد لو عدايو أعظم إساقا وين بدن للآجر حق أجرك إساقا كوين بدن حديث كان مركب واحد مدى إنه خلاف سنة هاي حديث كي أو التغليس كهذا أنه كسر مرني أو تلمامي هوانك مركب النبي قال له كذا صلى الله عليه وسلم لما قرنجرين أو النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلاة الصبح وأول طلوع الفجر وهرك الدكنجري حديث كان وحوت الماما هي إن إلى واجو سفي عنو سو عداده إنه النبي أمريبا صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إن هيرك لجارسي ولبا أمانو يري النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم للأجر حق أجر كإسفار كاس أي أدقوين بدن حديث كان مركا وحظاهر كيس قبصة يتمسك بظاهره أبو حنيفة حوليه السيدة السنة وإن صلاة الصبح أول طلوع الفجر أن لقد كما إسلام مركو فجر كنا شو هلا لقد كلمة يستحب إسفار كاسناه ليه أخذا بظاهر هذا الحديث يسقوا ظاهر هذا الحديث قبسدي إسفار كابا في عنه ليه معايا الرواية وحيلاته ليه فإنه أعظم للأجر هلا لقد كلمة يفجر كهدورش ابن حبان حديث كان يسقونا صحيح سكوري وحنا عديي معناها لقى جيده حديث كان وحور ابن حبان أراد النبي وحور جيده صلى الله عليه وسلم أسفروا عديي في الليالي المقمرة هبينة الضيحة التي لا يتبين فيها وضوح ضلوع الفجر هبينة الضيحة وفجرك إنه رشي إيه إنك لغو شكيني هبينة احتياط سمية ودلال سمية لئلا يؤدي المرء قفك سيوسا أجدا صلاة الصبح إلا بعد التيقن مركو هو بصدمة هنا محايل ابن حبان يسوي معناها حديثك وكوفة سري وحوي وحليه بيناد الضيح وجيره وحلقها بقفك إنه كسر مه إلا الضيحة بإسكجره دولك يا إسكا وضعت مركو وحلقها وإنه يسيره فجرك وارد الشيء أو الضيحة سري ضيحة بيناد الضيحة يا سري وحسليه فجرك وارد الشيء marka xadiiskan waxa lagu xambaari uu leeyahay habeenada dayaxa yaani isfaar hal sameeyo salaada subxiga hal iska hubiyo ila dhulku si fiican oo uga cadaado لألا يؤدي المرء قفك سيوسن وجدا صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر لأن الصلاة إذا أديت كما وصفنا سيدا أن صوت المنوير ابن حبان هذه صلاة اللود كذو كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين أضو يقين الآن شك كجرو إن أنت صلاة الصبح قد كان لهيد هبين ندى ضيح جرو دب أدقوه بصدى صلاة الصبح ساسا لقلت شدافه وابن حبان يسوي صحيح عيسى وكوريي حديث كون معنى كلنا حديث كعلماء ويكون السران وحي راهن معناها حديث كاللقلت شدو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وحلقلت شدا الدخول فيها في الغلس حلقة مقدق وجرو أول طلوع الفجر إن صلاة الصبح قال له ثم مد القراءة قراءة مركل الديريه وسورة الدير لغو آخره صلاة الصبح حتى يدخل الإسفار إلى واقو سفيعا ومركا وقبريه ومعنى كلا علماء هدنا حديث إسفار كتلمام يكوفى سيران سيلا بدا حديث الله جمعيه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب كان حاكوس أروري حديث مروي عن أبي برزة وجابر وبلال قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد حقيقة روى شعبة والثوري شعبة سفيان الثوري هذا الحديث حديث كان وحكوريا عن محمد بن إسحاق متابعين لعبدة بن سليمان الكوفي عبدة بن سليمان إلا سيدنا الشيخ يسوع محمد بن إسحاق عبدة بن سليمان
أي شعبة يا ثوري أي حديث يقولون كم متابعين يقول حديث كوري محمد بن إسحاق قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى مركا ماشا نوحا كجر شيخه إسناد كي هوري وها عبدة عن محمد بن إسحاق يسوي حوجين أيها هذا نوح كاني وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق مركا هديبة الشعبة ماشا سوق علي سببت الشيخ الشعبة وكان رواية الشعبة وحوه شعبة هدوم محمد بن إسحاق وصاحب التدليس وحكورنا انتفت عن الإسناد تهمة التدليس إسنادك وحا كبابا أي تهمدي لغو تهمي سنة التدليسك ولا إسناد محمد بن إسحاق أمو إسنادك تدليسك سمي هل كاسي ماشا كبابا ذو مربى هدي الشعبة ماشا وصوق علي لأنه حيكون ضبطيا علماء المحدثين تبيدو وحي راهن كتاب كأننا وكسو شيء جرنين نسائق بيتك شعبة لا يروي عن المدلس إلا الذي سمعه فاستأنسي بيتك سيكون ضبطيا وحي راهن شعبة لا يروي عن المدلس شعبة شيخ مدلسة وحبك موريه إلا الذي سمعه مدلس وحو مقلي ماهن بس سبحان الشعبة وحيوه صاحب التثبت والتأكد والتحقق شعبة من هذا هو حقيقة شيخ مدلس هدو وحكورنا يو لازم أحاديثه السماع مدلس كاسي كل جيستي بس الشعبة وحكوريا مركوانا صابت الترمذي وأكاني وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث شعبة لا يروي عن المدلس إلا الذي سمعه فاستأنسي بيت كاسي كل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث حديث كان يقرأ عن محمد بن إسحاق فانتفت عن الإسناد تهمة تدليس هذا المرء إسناد كالشك تدليس قال كاسوكم باباي ولا هذا الشعب ماشي يمده لا سوى صاحب التأكد ويه قال وحي الشيخ وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث حديث كان وحي كوريه عن محمد بن إسحاق ورواه حديث وحكى محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة ويوم متابعا لمحمد بن إسحاق السجنة محمد بن إسحاق السجنة ومتابعين قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد حقيقة رأى وحي رأيين عقيدين غير واحد هل شيخ كبضا وحي عقيدين غير واحد كاسو من أهل العلم كمذا من أصحاب النبي حالي كمدهن صلى الله عليه وسلم والتابعين حالي كمدهن الإسفار عدين أي عقيدين بصلاة الفجر إن العديه سفي عن وقود الله دول كان وضع عداده وبه مذهب كاسا يقول سفيان الثوري وهو قول الحنفية شارح وكهوسك الله وأنا مذهب كي حنفية وما يقوم حيليهن يستحب الإسفار بصلاة الفجر صلاة الفجر إسفارا بالسنة لا يستحب التعجيل إلا للدجي السنة مبأهن صلاة الفجر وأول طلوع الفجر إنه هرا لقد كذا مركا الله ما السنين أي ليه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إمام الشافعي إمام أحمد إسحاق وحيراه معنى إسفار كان حديث كجرا معنيه سوحوه أن يضيح الفجر بعض النسخ نحيلين أن يتضح الله معنى اسكم يتضح أما يضيح وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وحيراه معنى إسفار كحديث كسوغان معنيه سوحوه أن يضيح الفجر فجر وإنه سفي عنه عداده أو فلا يشك فيه في الفجر في ضلوعه فجر كدال شديس إن لغو شك معناه حديث قاسلاس ما هيان لتعجيلين صلاة الصبح يان لتعجيلين لقما وضع حديث كمعنيه سيه يان لغو شكين هل ضلع الفجر أم لا يان لسلهم هل لسكه بيو اللي قال جيدا إسفار أسفروا هل قال جيدا معنى تأكدوا بطلوع الفجر اسكه بالصلاة ما هو يعني سيد أبي حنيفة سفيان الثوري أي كنت تجانو هلا تأخير صلاة الصبح أول طلوع الفجر يعني هرا لقد كان لقى موده هلا اسكه بيوه الفجر كانوا رشي هلا هو بيو وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى إسفار كمعنيه سحوية أن يضح الفجر فجر كأنه عداده أن يضح طلوع الفجر فجر كان على شدي سنة عداته وفلا يشك فيه في طلوعه فجر كان على شدي سنة لغو الشك ساسا لقوله ولم يروا علماء سميسا عقيدين
أن معنى إسفار كمعنيه تأخير الصلاة أي صلاة الصبح صلاة الصبح إن لقد دبدقوا عن أول ضلوعها صلاة الصبح كو مركي دلاتي هل لقد دبدقوا لقى ما وضع الحديث أو هل لقى لجدا فجر كهل اسكه بيو أسفروا عداي وهل لقى لجدا يعني تأكدوا من طلوع الفجر فجر كهل شديسي وأنا سيدا مذهب كجمهور أهل العلم أي كتها جان ومر والباب صلاة الصبح أول طلوع الفجر إن لقد كذا سنة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل بالظهر هذا مثل باب ما الذي كان بابه جاءه ما كيمت في تعجيل الدجنته بالظهر بصلاة الظهر صلاة الظهر كإن الدجيو ويسقون وحوي أول الوقت اللي قد كذا أمبا لقى جدا تعجيل وقت جيسي هل لقى سهر مريو لقى مجد وقت يصندلن هل الدكذا لقى مجد وحل لقى جدا أول وقت الظهر وراها لقى قلب لقى جدا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن سرين الكوفي ثقة قال حدثنا وكيع بن الجراح بن المليح ثقة الكوفي عن سفيان هو سفيان الثوري مرهد وكيع وكوريه سفيان كاوسا سفيان الثوري مرهد عن حكيم بن جبير الكوفي الضعيف وكوفي ضعيف ورمي بالتشيع بعدش يعني ماذا الشيخ واللقو قال ابن معين ليس بالشيء يحيى بن معين وحده جري وحو ما أهن دار قدن وحده جري متروك وشيء حديث كيس عن القادم كريم لقته نسائي بن وحده جري ليس بالقوي من حوق بدل ما حلم الحديث انت أصل عبارات وكل الدوان مفهوم كود وضع تسنيو إنه ضعيف فيها مفهوم العبارات كودن وحي تسنى إنه كان إنه ضعيف فيها عن سفيان عن حكيم بن جبير كوفي ضعيف ورمي بالتشيع عن إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة الكوفي ثقة عن الأسود بن يزيد الكوفي ثقة عن عائشة قالت وحيت الأمنا عائشة ما رأيت أحدا أنا وقف ماركن أحد كاسو كان أهاجري أشد بالدرنام بدن تعجيلا من تعجيل حق الدجنته للظهر ظهر كالدجيو من رسول الله رسولك الله قف وقدر أن ظهر إلا الدجيو ولقي ماركنتر ومن عائشة صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر قف وقدر أن ظهر الدجنتيس ما أركن ولا من عمر قف وقدر أن ظهر الدجنتيس ما أنا أركن مركا حديث كان وحتسنا استحباب التعجيل بالظهر أول وقت إن هرب اللي قدوا كذو لما دام أمنا عائشة إلى ذا يقف كدد الجن بدن ظهرك النبي ما أركن صلى الله عليه وسلم يا سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر فيه دليل شارح كل حديث وحد دليل وقصه على أن التعجيل بالظهر أفضل من الفضل بأنت ظهرك إلى الدجيو قال ابن قدامة الحنبلي في مغني وحكيري لا نعلم أنه مؤجن في استحباب تعجيل الظهر ظهرك إلا الدجيو إن سنتها في غير الحر والغيم أنت أن ضرورت يكليلك أنك أهين خلافا وح اسكو خلافي مؤجن دحلق الضرورة جرتور الراب كان ولا اسكه بنا ظهرك إنه سفي عنه شيء إن كان له بين حلق كليل كان هدوا بالقبوجينا حلق كليل ظهرك إن لقبوجيه أي صنعه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وخباب بن الأرت وأبي برزة وابن مسعود عبد الله بن مسعود ولجه وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن السمرة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن حديث عائشة وحديث حسن قد حسن الترمذي هذا الحديث الترمذي حديث كان هو تحسينه يرشارحه وفيه حكيم ابن جبير أيام مركزنا كسوغان وهو متكلم فيه وحنانا لغا شيء وتي هذا الله فرح بدنا سمرين انك wax laga sheeg فالظاهر انه isagu sheekhu lam yara bihadisihi ba'san حديثkiisa wax dhiba isagu uma arkin imaam tirmidhi ninka hakim ibn jubayr وهو شيخنا من ائمه الفن فنigan aimadoodi ayuu kamid yahay laakiin hore waxaan u soo qaadan jirnay inta badan sheekhu xadiithun hasan haduu yiraahdo oo qariib u san raacsin oo xasan kaliga oo cabiro inuu ula jeedo dacf xadiiskaasi waa daciif mustalaxa ayaan ku soo qaadan jirnay oo sheekh mustalaxiisa markaanu qeexaynay inta badan sheekhu xadiisun xasanun haduu yiraahdo yushiru ila dacf alxadiis wuxuu ishaar haduusan qariibun raacsin qariibun iyo wax lamid haduusan raacsin wuxuu ku ishaaray xadiiskaas inuu daciif yahay wuxuuna xasanun u yiraahdo waa shuruudihiisa xasanka asagu u disadee laysa muttahaman bil kadib haddii xadiiskan ninka ku jira been aan lagu tuhmaysan been haddaan lagu tuhmaysan
حسن إنه شيخ ليه حسن تاسنا أولجيده حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره هذا هو ضعيف ضعيف هو حسن لغيره هذا اللي يراه وضعيف لغيره لكن حديثكم متن أهان يحقون أهان سند كضعيف بهان نقضه لكن متن أهان ضعيف مياه حديث كمتن أهان ضعيف ماه لأن أحاديث الباب تشهد له فهو حديث صحيح بشواهده إنه النبي الظهر كهرك الدكنجري أحاديث بدن وصحيحة أيا كسر أرورتي مرك حديث كان حسن هبيره الشيخ وصحيح بشواهده حديث الشواهد بدن وليه والنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت إنه كدو كجري صلاة الظهر كشواهد بدن وصحيحة أيا كسر أرورت قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهو مقتضى هذا الحديث حديث معناها وكينيو وإن الظهر كأول كيس هرا لقدو كذا الذي كيون اختاره الذي قاس أهل العلم الدورتين من أصحاب النبي حالي كمديهين صلى الله عليه وسلم أهل العلم ومن دول بعدهم أصحاب النبي وكدم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى مركب حكوير شارحه ومن بعدهم قال القاضي الشوكاني في النول حكوير تحت حديث جابر بن سمرة الذي ذكرنا لفظه الحديث يدل حتسنا على استحباب تقديمها إن الله هرمر صلاة الظهر كإن سنة وهر لقد دجيو وإليه مذهب كاسان ذهب الهادي والقاسم والشافعي والجمهور أي كتغان وللحديث الواردة في أفضلية أول الوقت إن صلاة والبلغد كذا حديث بنا كساررت وقد خصه الجمهور جمهور حديثك وحيكو خصيصين بما عدا وحكسوهري أيام شدة الحر معلومها أن كلالك أهيم وقالوا حيلا أن جمهورته يستحب الإبراد فيها في تلك الأيام معلومها كلالك جيرو إن لقبوجيو صلاة ظهرك أي الله سنين إلى أن يبرد الوقت وينكسر وكجب الوهج كلالك وكجب انتهى قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال علي بن المديني البصري الثقة الحجة وهو من شيوخ البخاري وشيوخ البخاري وكمد علي بن المديني الشيخ ويناي ويه وحيري قال يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل وحيري وقد تكلم شعبة وحبوك الشيقي تكلم هدي في أي كو قدبته معنى الضعنة قال لك هذا الضعنة والضرة وحبوك الشيقي قال يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل وحيري وقد حقيقة تكلم وحبوك الشيقي والضري شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في حكيم بن جبير نحدث أيوه حكشة يقول دري من أجل حديثه حديث كيس درتي سو كدري الذي حديث كاسو رواء وري حكيم بن جبير عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وكوري عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه حديث كاس درتي سو كدري شعب وحوري حديث كاسو أن لغو راعن أيوه وري حديث كاسو ساسو وحوغشة هذا نين كان أنت وحكشة كتي كليه معها شعبة كليه واتي شيوخ هذا أن سومريني يحيى بن معين ويري ليس بشيء دار قدني واتي أن كسو قوريني متروك نسائي وكيري ليس بالقوي انتاسو عباراته مفهوم كود وكينيو نين كان إنه ضعيف هاي علماء ذا صدنا الضري وشعبة كليه اسمع قال علي بن المديني وحوري قال يحيى بن سعيد القطان وحوري وقد تكلم شعبة والضري وحبوك الشاقي في حكيم بن جبير من أجل حديثه حديث كيس درتي سو كدري الذي حديث كاسو رواه ووري حكيم بن جبير عن ابن مسعود عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحديث كاسو محوها من سأل الناس حديث كاس درتي سو كدري والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس ذاتك قفكي وحويديسته والحال له شخص كاسي ما مال اسكليها مال كاسو يغنيه أساق كفلان وديقي مال كفلا أسقوا هايستا قفكي ضدك وحويديسته جاء يوم القيامة شارحة كورنا ما يستري حديثك مال انت قيامه واي ماذا والحال مسألة سؤاشيسو في وجهه خموش وجهه سيداوع أي كتها داوع سوى وجهه سكويال وإيمانه وجهه سوك داوعا وإيمانه مسألة دي سدرتي سلا داوعا أو خدوش أما وجهه سخدوش بمعنى الخموش وداوع أو كدوح أما داوع معاني اسكم ذو قيل وحل يا رسول الله وما يغنيه محاد دقيق كرو كفلا قال رسولك صلى الله عليه وسلم 50 درهما أو قيمتها من الذهب كنت درهم بهدو هيستو أما كنت كاس درهم ودقمة أو قيمه ذهب ضدكنا ورسنيو قيامه وحي ماذا يسوى وجهك كداوعا وأستانتها فوشح على مداس فوشح وجهك لو قد مركا حديث كاس أي مركز وكل دري قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث
وحديث ترمذي نوغو إيمان دونه باب كيسو نوغو إيمان دوناه حديث مركن وحديث كان وري بعد وحيري حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث انتهى كلامه وروى هذا الحديث وحوري أبو داود بن ماجه وزاده وحي زيادين قال الرجل لسفيان ننا سفيان حكيري إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير شعبة حكيم بن جبير وحبك موريه فقال سفيان وحوري حدثناه زبيد عن محمد بن عمرو بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أي حديث كان نوش شيء وحديث كالسنة كلنا ونهينا ويرمرك سفيان مركا حديث كاس وكضعي في شعبة ويريه حديث كاس سجل لقوا راعٍ من لقوا وافقهم قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وحويري وقد تكلم شعبة وحبوك الشيء وكهل ودري في حكيم بن جبير من أجل حديث سدرتي سكدري الذي حديث كاس رواه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى القطان وحويري وقد حقيقة روى له أي عنه عن حكيم بن جبير حكيم بن جبير وحكوري سفيان الثوري هي وزايدة بن قدامة زايدة بن قدامة أي وجهه زايدة بن قدامة وحبوه كوري ولم يرى يحيى القطان بحديثه حديث حكيم بن جبير بأسا وحدبا وما أركن وهذا الكلام تقوية من الترمذي لحديث حكيم بن جبير شيخ مركز حكيم بن جبير حديث كيسي والروائن وهذا الله صدن وكأتكايو ما دام ويري حديث عائشة حديث حسن ما دام ويري والروائن كحوجيه وحولي ضد بدنا واحد بقى واركن أي جرا نكن حديث كجر وحكيم ابن جبير قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث البخاري وقد حقيقة روي وحلقوري عن حكيم بن جبير السابق في الإسناد عن سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ظلما وحجاج ظلم قودله عن عائشة لم يسمع به سعيد بن جبير حوك مدقيسا عن عائشة فهو منقطع إسناد كاسو منقطع عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في تعجيل الظهر أي عائشة عن النبي اللوغوري ظهر كدد جنتيسي وظهر كإن الدجيجي إن سنتها سنة كاسنا وصاء أروري لكن إسناد كان وإسناد منقطعة فهو ضعيف وإن كان ضعيفا فهو صحيح بشواهده إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه دجين جري صلاة الظهر أول الوقت وكد كان جري أحاديث بدنا كسر أرورتي هوس مرك الشارح وهذا الدير أي كقري ما شاء ولم يرى يحيى بحديثه بأسا يحيى حديث حكيم بن جبير واحد بقى وماركن قال الذهبي في الميزان وحكوري في ترجمة حكيم بن جبير قال أحمد ضعيف منكر الحديث منك حكيم بن جبير ليرا وأن ضعيف منكر الحديث وقال البخاري كان شعبة يتكلم فيه وحبوك الشيء جدا وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني متروك وقال معاذ قلت للشعبة وحنكوري حدثني بحديث حكيم بن جبير حكيم بن جبير حديث كيس إيشك قال أخاف النار أن أحدث عنه كاسنا الحديث كشه والنار بكعب سنة إن لا عقاب أن كعب سنة حديث إن كشه قلت وحن فهذا يدل كان وحده سنة على أن شعبة ترك الرواية عنه بعد مركز كبعد إنه رواية سكتة حكيم بن جبير إنه وحكوري وقال علي وحور سألت يحيى بن سعيد عنه فقال حور وكم روى إمسوا وري إنما روى يسيرا وحيروا حديثه وري روى عنه وحكوري حكيم بن جبير زائدة وتركه شعبة من أجل حديث صدقة حديث من سأل الناس وله ما يغنيه درتي سوقتك الشعبة وروى عباس عن يحيى في حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن عنده 50 درهما فقال وحر يرويه سفيان عن زبيد ولا أعلم أحدا يرويه غير يحيى بن آدم ماهنه وهذا كان وهم وخطأ لو كان كذلك لو كان كذا صدقها لها لحدث به الناس حديث كادتك كشيء لها عن سفيان ولكنه حديث منكر يعني وحول جيدا وإنما المعروف برواية حديث كرواية سوحا لويقان حكيم ابن جبير وقال الفلاس وحوري كان يحيى وحواجر يحدث عن حكيم وكان عبد الرحمن وحواجر عبد الرحمن المهدي يولجه لا يحدث عنه وحكيم بن جبير وعن ابن مهدي وحلقوري قال إنما روى حكيم بن جبير وحوري أحاديث يسيرة وفيها منكرات حديث يرنا منكرات على جهل وقال الجوزجاني وحوري حكيم بن جبير كذاب وبن بدن ويري انتهى
هذا كان وركاس بدن العلماء أي كشيغان لكن حديث كان وهذا ورينيو وصحيح بشواهده حديث كان لكن هذا وصحيحه شواهد بدن وليه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة حافظ قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثقة قال أخبرنا معمر بن راشد البصري الثقة عن الزهري قال الزهري وحول أخبرني أنس بن مالك ورمي أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس وهذا الحديث يؤكد حديث حكيم ابن جبير وصيئت كينا حديث اللي صحيح يلاني كمت أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ظهر كواتك حين وقت يدكدي زالت الشمس قرحد أيزو شيء عن وسط السماء إركض برتن كيس مركي وحير كسكتي قرحده وهرك الدكدي النبي صلى الله عليه وسلم مركي حديث كان يسقون وحتوسنا نبي أن الظهر كإنه دجين جري وهرم مركي زوالك لجاربه ونبي الظهر كالدكان الجري صلى الله عليه وسلم قال صاحب فتح القدير وحويري وغيره من العلماء الحنفية هو محمول عندنا وحنفية واحد الحديث كان وحلقوا حنباري على زمان الشتاء حلقة حقايها لقوا حنباري وقبوا وجروا أما في أيام الصيف مع المهد جيلالك فالمستحب الإبراد لقبوا جيويدا والدليل عليه ما في البخاري قال لأنس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر قال كان رسول الله يحاجر إذا اشتد البرد قبوا هدو الدرنيا بكر وددججر بالصلاة وصلاة الظهر كان لقلجه وإذا اشتد الحر كليلك هدو الدرنيا أبرد وقبوا ججر بالصلاة هذا صلاة الظهر كم بالقلجه حديث أسوداني والمراد الظهر مراد كصلاة لقلجه الظهر لأنه محيلي وجواب السؤال عنها عن صلاة الظهر وصلاة الظهر كسؤال لو يديهم بجواب واحد مركزاسا أن لقوا فسره وحل قبوا جنيه وصلاة الظهر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث كان حديث صحيح حديث كان صحيح وأخرجه البخاري حديث كان البخاري وصار باللفظ لفظ وحكوسه صاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصبحي حين زاغت الشمس أي زالت وراح المركز إيلت فصلى ظهر الحديث نسخوين كقار هالكاس يكون سنيان نسخوين كقارنا وحيكون دران هذا حديث صحيح المركز لنا وهو أحسن حديث في هذا الباب نسخوين كقار كدري نسخوين كنا يسماه وهو حديث كان أحسن حديث وحديث كأقونا قبلا في هذا الباب نسخوين كقار أساس كدري مركز حديث كان ليه أحسن حديث في هذا الباب وحديث وحلق الجيدة حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس سأسأل الجيدة لكن سدا اسمها أحسن حديث في هذا الباب حديث كان أنس مياه حديث جابر على مدى كم الدرجة يرى حديث جابر نفتيس حديث جابر كم الدرجة يرى وحديث جابر نفتيس هو متفق أخرجه البخاري ومسلم حديث البخاري نفتيس هو حديث وبخاري ومسلم لبضب يسوس صار حديث جابر مركا وحن ولا جدنا وفي الباب دب أقول الله وفي الباب مركا مرين باب ما جاء في التعجيل بالظهر مركا هل كان تلميذ مري وفي الباب عن جابر بن عبد الله هل كان سنكودنا حديث جابر شرح هل كان كرع مركا أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه حسوساري البخاري في باب وقت المغرب ومسلم نوح كسو صار باللفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر يصلي الظهر بالهاجرة ما وين تودك الجرة ووقت زوال الشمس هاجرة الحديث حديث كاس مركه هو حديث متفق عليه فلا يقل درجة عن حديث أنس بن مالك كما الدرجة يرى حديث كان دليله وهو أحسن حديث في هذا الباب لليه حديث جابر كما الدرجة يرى لأنه متفق عليه بخاري ومسلم يا كاس نوريون قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر هذا مثل باب ما الذي كي أيوب بابه جاء هو ما قبل كيمد في تأخير الظهر ظهرك لدي كيمد في شدة الحر في وقت شدة الحر وقت كليلك الدرن أجره إن ظهرك الدب الله دقه وحي كيمد أيوب بابه ونبي إنه ناس النبي صلى الله عليه وسلم وقت حرارة الدرن أي جرته حرارة الدرن أي جرته هذا دولك حجاز إياه وحلمده ذكريك قرحده ومررك غار يا أفرتن كسي بدل أفرتن إلى أفرتن يشان
mararka qaar konton uu gaaray dhulalkaas lagala jeedaa mooyee hadda Soomaaliya oo kale sunna ma aha duhurka in dib loo dhigo maxaa yeelay bisha Maars hadda Soomaalidu ay ka sheegataa inta badan Maarsadana digrigeedu 40 xataa ma gaaray cabirka qorraxda weligeed 40 ma gaar Maarsada 40 ma gaaray marka dhulalka qaar waxaad arkay 45 ilaa 50 mararka qaar qorraxdu inay gaarayso wadamadaas way wadamada hadda ibraadka loo sunaynayo bilaadul Hijaaz iyo bilaadda la midka ah قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا مثل باب ما الذي كي باب هي جاء هو ما قبل كيمد في تأخير ظهر كلا ديسي كيمد في وقت شدة الحر وقت كليل كدرن أجره إنه نبي الناس صلى الله عليه وسلم إن ظهر كدب الله دقوم إمامنا الشافعي مسألة أو كساب سن تأخير الظهر في وقت شدة الحر شروط أشردي الشيخ شروطها الشيخ أشردي وحوري أن تصلى في جماعة وقفك منفرد كان لو ما صنعنا إنه الظهر ودب ودقو وإن جماعة اللي بده كذا الشرط إمامنا الشافعي وحوك له شيخ الشردي في بلد حار بلد كنا وإنه كل ليها بلاد الصومال وكلمة بلاد الصومال وكلمة هنا وقالوا لنا أكل شيء بلد شرد أن يأتي من بعيد وحور الشيخ بالفق وإنه وقفك كإيماني دي مساعد كي هذا وكل جينها من الدرس بقوليه الشيخ وحير لما صنعنا إبرات كالظهر أن لا يجد كنن دجال أما مال وهاسة وصامر وإنه سنهلي النوم أما هدو مال هاسة وصادح مرجيدة تلالو إيه مالك لو هاسة وصامر هدو هري كرنا هذا مركا لما صنعنا يقف كإنه في شدة الحر إنه الظهر كدب أدقو وقبوجيه لما صنعنا يوري مركا شرودها سوء شرديي مسألة إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة الحجة قال حدثنا الليث بن سعد المصري الفقيه ثقة عن ابن شهاب الزهري التابعي ثقة الجليل عن سعيد بن المصيب المدني ثقة أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر كليلك هدو درنادو فأبردوا قبوجية عن الصلاة صلاة قبوجية كليلك مركي ودرهادو بصلاة وحا لغا جيدا ان صلاة ظهرك محايا وقتها كليل ايدا بلد كذا وقتها كليلك ايدا بلد كذا صلاة داس مركي صلاة ظهرك ايا لغا جيدا فإن شدة الحر محايا كليلك درناشديسو من فيح جهنم النفس قيدي كأهد وجهنم وصون نفستي كليلك أدركيسين ويري نبي صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله من ذلك مركا حديث كم حلقة فإيسا يستفاد من هذا الحديث أن النار مخلوقة الآن نار جهنم والعياذ بالله إنه مخلوقته وهذا بقى أبورنتها وإلهي أبوريه خلافا للمعتزلة مسألة وحلقوا خلاف المعتزلة القائلين ستخلق يوم القيامة المعتزلة لقوا خلاف يقول لها قيامها الأبور الدونة وقت الجزاء وقت الأسأوال مرنة وقت قاسى الأبور الدونة جهنم والعياذ بالله يا نار ودم ساس إليهن مركا حديث كان وحوتسن أن النار مخلوقة الآن هاي الكوريل كجربة نفس قيد النبي النسبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر كوريل كدو درنادو فأبردوا قبوجية عن الصلاة أي صلاة الظهر صلاة الظهر كقبوجية فإن شدة الحر من فيح جهنم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى الأشعري وابن عباس وأنس انتهى سورة حديث كان يوري حديث لمده قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وروي عن عمر سيد عمر حقي سنوى لقوري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا يصح حديث عمر في هذا الباب أصحاب تاسو كأنصحي أصحاب تاسو حديث تأخير الظهر في شدة الحر صحابة داس النبي كوريس أبي سعيد الخدري أبي ذر عبد الله بن عمر مغيرة قاسم بن صفوان عن أبيه أبي موسى الأشعري ابن عباس أنس أما عمر والنبي كوري صلى الله عليه وسلم لا يصح وكهو الشيخ كارده رواه أبو يعلى والبزار باللفظ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم الحديث وفيه سنة كحديث كعمر وحكجر محمد بن الحسن بن الزبالة أكجر نصيبه وحلون نسبة إلى وضع الحديث حديث كانوا اسكدك سبب بينك الشيء
كذا في مجمع الزوائد رواية الصحيح ما رواية عمر. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد حقيقة اختار قوم حيدورتين قوم كاسوا من أهل العلم كمذا تأخير صلاة الظهر صلاة الظهر كالذي بدقيدة أي دورتين في وقت شدة الحر إن الذي بدقوا وقت كليل كدرن أجر وهو مقتضى هذا الحديث. حديث كان معناه وكينا ينا وقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي ويق شروط ما شرطنه شافعي وحقون وشيء وحوي وحير شيخ وهو مقتضى هذا الحديث. حديث كان معناه وكينا وتأخير صلاة الظهر في شدة الحر قول عبد الله المبارك وقول أحمد وقول إسحاق بن راهويه الحنظلي من غير اشتراط أيق وح شروط ومحرم مطلق حديث أي قاتل حديث عموم كيس. وقال الشافعي إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحير إنما إن كلمها الإبراد وقبوجنته بصلاة الظهر صلاة الظهر كمركز لقبوجينيو إذا كان المصلى ماشي مصلىها اللي بده كنيو مسجدا وهدو مساجد هاي مسجد كاسو ينتاب أهله مساجد كأهل كيسو أي كإيمانيان من البعد ما الفق أي أوقع إيمانيان شروطها سو شرطي شيخنا ماشي مصلى مسجد وين يتال اللي بده كنيو ما الفقنا وين لوقع إيمانيان ما الفق ومركز ضرر وكإيمانيان صعد كاس قرحة لقول بتواني. فأما المصلي قفك الدكان يور شيخه وحده منفردا كلجس حاله يسكت الدكان يولدي يصلي في مسجد قومه قوم كيس مسجد كودي سجد الدكان معناه قري قال له قريه سجد الدكان فالذي كي ير إمام الشافعي أحب له شخص ياس أنا أرجع عليه وكلجس يسكت الدكان أما حافظي سجد الدكان حافظ قوم كودي مساجد سجد كدو كنية وحن أجعلها ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر صلاة إنه سندي بردقن وقتها كليل كدران وجيره ولعدم الشروط لعدم توفر الشروط الشروط دي كامل معهن من هدو كلي دو كنية أما مساجد بوسن كدو كنية مال مولع حافظي سكوتها الله مدرسة حافظي سكتها الله وسجد كنية وح شروط دي لما هي وحوي صلاة أول الوقت مركز وينو كدو كذا شروطها سو شيخ الشردي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحور الشيخ ومعنى من شخص معناها وكتجي وحويها شخص قاسو ذهب كتجي إلى تأخير ظهر كإن الدبرجي في شدة الحر في وقت شدة الحر كلالك الدرناشيس وقت جيسة إن ظهر كالدبرجي شخص كتجي معنيه سو وحويها هو معناها أي أولى هبونا شبضا وأشبه وكان شبضا بالاتباع أي اتباع رسول الله رسولك إلهي صلى الله وسلم وبارك عليه راعدي سقف كاس أياكوها بونا شبدا معنى ومعنى من ذهب معناها هذا لفظ أهان إعراب أهان الزائد ماشان كتها ومعنى من ذهب أي ومن ذهب أي كرجنت ومن ذهب قفك كتهجي إلى تأخير الظهر كإن للدبلجي في شدة الحر هو منك الشخص قاسا أولا هبونا شبدا وأشبه كان شبدا بالاتباع اتباع رسول الله من غير اشتراطهم شروطها الإمام الشافعي وشرديي وديدنها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أو حلي علماء قبتها ظهر كإن للدبلجي وقتك كليلك وجيره أيقون وح شروط الشرط إن مال فوق لقى إيمانيو مال فوق إن لقى إيمانيو قفك إنه جماعة كدكانيو شروطها علماء أن شرط أولى وأشبه بالاتباع ساسا هبونا شبدا نبي راعدي صلى الله عليه وسلم كهبونا شبدا. وأما ما أي الذي ذهب إليه ما قاس الشافعي إمام الشافعي وركب وكتجي وأن رخصته لمن قف إلى أسقناته قف كاسو ينتاب كإيمانية من البعد ما الفك إيمانية وللمشقة وأن الرخصة للمشقة لخوف المشقة رخصته إلى أسقناته للمشقة لخوف المشقة مشقة كعبس جدو على الناس ضدك الرباط الله قلب بقيه الذين يأتون من بعد ودتك مال فك إيمان الرباط الله قلب بقيه درتد إن ظهر كدب لو دقيه معناها الشيخ وكتجي فإن في حديث أبي ذر حديث كأبي ذر وحا كسوغان ما معنى أيها كسوغان معناها سيدل تسناي على خلاف ما كلام هذا الخلاف كستسناي هذا الكاس قال الشافعي إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكوا له إمام الترمذي رحمه الله تعالى شرط إمام الشافعي وشرطه
meel fog in laga yimaado ayaa shardi ah si markaa dadkii looga baqo mashaqo iyo dhibaato looga baqo shardigaas waxaa diidayuu leeyahay xadiiska Abi Dar ee soo socda ayaa diidaya oo muxuu ahaa xadiiska Abi Dar oo shardigaas meel fog in laga yimaado oo Imaam Shaafici uu shardiyay xadiiska Abi Dar diidaya aaway waa xadiiska hadda sheekhu uu soo wado qaala Abu Dar wuxuu yiri kunna waxaan ahayn maca nabiga miciisa ahayn sallallahu alayhi wasallam fi safar dhexdiisa ayaan ku ahayn faadana bilaal wuxuu adimay bi salaati dhuhr ku adimay faqala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ya bilaal abrid thumma abrid bilaal qabooji oo hadana qabooji uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam falaw kana al-amru arinku haduu ahaan laha ala ma ayuladii kii haduu ahaan laha dhahaba ilayhi maaga ash-Shaafi'i imaam Shaafi'i shardiga uu ku tagay oo meel fog in laga imanayo haday shardi noqon lahayd lam yakun lil ibradi qaboojinta uma ahaadeen fi dalika kaas la qaboojiyo kaas oo waqtiga oo waqtu safarka lagu jiray macnan wax macna oo markaas qaboojinta ka dhalan laha ma jirin maxay wal ijtimaaci saxaabada kulankooda dartoodo fi safar bay ku kulansan yihiin laysa fihi man yati min ba'id qof meel fog ka imanayo kuma jiro saxaabada nabiguna wuxuu yiri salaadii hal qabooji salaada dhuhrka waa dad teendo iyo ku kulansan ama meel mucaskar oo markaa duulaan ay ka qaadayaan dad wada degan waa dad xaafado kala degdegan oo meel fog ka imanayay ma ahayn marka wuxuu leeyahay Imaam Tirmidhi xadiiskan Tirmidhi waxaan leeyahay Imaam Tirmidhi wuxuu leeyahay xadiiskan Abi Dar ayaa diidaya shardigii ahaa dadku waa inay meel fog ka imanayaan oo Imaam Shaafici uu shardiyo falaw kana al-amru arinku haduu ahaan laha calama iladiki dhahaba ilayhi maaga ash-Shaafici Imaam Shaafici uu ku tagay lam yakun lil ibradi qaboojinta uma ahaadeen fi dalika kaas la qaboojiy kaas oo waqtiga macnan wax macna uma ahaadeen maxay waa ijtimaaci saxaaba fi safarka ay ku kulmeen wa kaanu waxay ahaayeen saxaabadu la yaxtaajuuna kuwaan u baahanayn an yantaabu inay ka yimaadaan min al-bu'd meel fog inay ka yimaadaan ma u baahanayno teendooyin ay wada degan yihiin hal mucaskar oo duulaan ay ka qaadayaan ay wada degan yihiin marka shardigii Imaam Shaafici xadiiskana diidayu leeyahay Imaam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala marka aa'imaduna waa ka jawaabeen aa'imada Shaafiiciyadu hadda hadalkaas Tirmidhi Imaam Shaafici uu shardigiisa ku diiday oo uu yiri xadiiska Abi Dar ayaa diidaya aa'imada Shaafiiciyadu way ka hadleen Imaam Tirmidhi hadalkan oo waxay uga hadleen waxay leeyihiin ciidanka markay meel ay degaan oo musaafiriin ay yihiin shardi ma aha inay hal teendo ama hal meel ay ku wada aruuraan rubama waxa dhici karta meel kale fog inay degaan oo mid geed halkaas u aado mid teendada meel fog uu ka dhisto meel xilliga salaadana imaamka meesha uu joogo la isugu yimaado marka waxay leeyihiin xadiiska oo Abi Dar ma diidayo iyadoo safara in marka nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam salaada dhuhrka la qaboojiyo saxaabadii waxa dhici karta teendooyinka inay ku kala tagsanaayeen ayaa dhici karta shaarixuna waa ku ishaari oo wuxuu ku leeyahay qala al-haafid fi al-fath haafid wuxuu fathii ku yiri qala jumhuur ahli al-ilm waxa yiraahdeen yustahabu ala sunnaya ta'khir dhuhr fi shiddat al-har ila an yabrud al-waqt ila waqtigu ka qaboob wa yankasir al-wahj kulaylku uu ka jabo وخصه بعضهم علماء قالوا waxay ku khaseen bil jamaa'ati wa Imam Shaafi'i fa amma al-munfarid qofka kaliya dukanaya fi ta'jil fi haqqihi afdalu aydah وهذا كان قول أكثر المالكية والشافعي أيضا لكنه إمام الشافعي خصه إبرادك وحكو خصيصي بالبلد الحار بلدك كليلك وقيد الجماعة وحكو قيدين بما إذا كانوا هذي هذان ينتابون إليك إمرايا مسجدا من بعد فلو كانوا هذي هذان مجتمعين كوم يلكو أرورسا وهذا الإمام الشافعي أو كانوا هذان يمشون وكسوا عنا في كن مال دقاله هوس يكسوا عنيان فالأفضل في حقهم التعجيل والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا تقييد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر واستدل له الترمذي وحدرش بحديث أبي ذر قال فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد وتعقبه ورك الترمذي وحاب بشيي الكرماني إمام الكرماني بشيي وحكو بشيي بأن العادة في العسكر الكثير تفرقهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي وعيداً كوحاب عداء وهو يري إن مركا أي كلا ياعان
وقار داق وإسكرها سدو جيل يوحى وتان فرده أي ميل فوق داق وجراديان قار بيئة إسكرها سدان فلا نسلم من نبت قلنا ينوير اجتماعهم إن الصحابة كل من عيدنكم في تلك الحالة هل تندو إن يكون كل من نبت قلنا انتهى وأيضا هذا فلم تجري عادتهم صحابة عادتهم الدراسة باتخاذ خباء كبير تندو وين إن السمستان ويجمعهم كل قد وذا كل مية هل تندو وذا كل مية إن السمستان عادة ولا بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر قدها هو سيالك ودي كوكا تجرين وليس هناك كن يمشون فيه مال مركا يكسر السعودان والدقال له هاصل مجرٍ فليس في سياق الحديث كما سقنا ما يخالف وخلافه ما قاله الشافعي وحد عكرتي ليه صحابة النفتودو قارين الضاق اسكرات سيدين وحوله الضاق الراديين قار ميل فوق بتين رأي كردستان مركا الشرط دقيقها أن يأتوا من بعيد مديدي لين حديثك أبي ذر مديدي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان المروزي الثقة قال حدثنا أبو داود وسليمان بن داود الضيالسي الثقة قال أنبأنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن مهاجر أبي الحسن وهو كوفي ثقة عن زيد بن وهب كوفي مخضرم ثقة جليل عن أبي ذر أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم كان رسولك صلى الله عليه وسلم في سفر لحديثها والحال وها معه نبي معي سنة بلال وياه فأراد النبي صلى الله عليه فأراد بلال وحو دوني أن يقيم إنه صلاة أقيمه فقال مركز وحي رسولك صلى الله عليه وسلم أبرد قبوج صلاة الظهر ثم أراد بلال وحو دوني أن يقيم إنه أقيمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر والظهر كقبوج قال مركز وحي حتى رأيناه فأبرد وسو قدر فأبرد بلال وقبوجي حتى رأينا إلى أن كأرقنا في الطلول بعاديالك هوس كودي إلى بعادك بورتي بعادك هاد حوغا هوس يكبحس ودب أردقي وقبوجي ظهرك ثم أقام مركز كبعدي وأقيم صلاة ظهرك بلال فصلى مركز تكدي نبينا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر كلك درنا شديس من فيح جهنم النفس قدي جهنم سان نفستي وعاذنا الله من ذلك فأبردوا عن الصلاة صلاة قبوجية ورسولك صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال بل أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود الله سبحانه